انت ما بتزعليش ليه لما بتشوفيني ببص على الحريم؟ قالت له اصلك عامل زي الزمالك، تشوف الدوري بس ما تاخدوش. واحد بيتخانق مع مراته فقال لها انا خايفه اقول عليك يا حماره الحمار يزعل. قالت له انا ما اقدرش على زعلك. واحده بتقول لجوزها لو سالتك سؤال هتجاوبني بصراحه؟ قال لها هجاوبك بصراحه. قالت له لو اسد هجم عليا انا وامي هتساعد مين فينا؟ قال لها هساعد الاسد طبعا. واحد محشش جاره اجنبي شافه الصبح قال له جود مورنينج. المحشش رد عليه مورنينج جود. فمراته بتساله انت بتقول له نفس الجمله بالشقلوب ليه؟ قال لها افهمها يا عبيطه، هو قال لي السلام عليكم وانا قلت له وعليكم السلام. واحد بيودع فبيقول لمراته اتجوزي من بعدي، انت لسه صغيره وحلوه. الدموع نزلت من عينيها وقالت له خلاص اللي انت عايزه. فبص لها وقال لها يعني هتتجوزي؟ قالت له اه. قال لها وهيسكن بيتي؟ قالت له ايوه. قال لها وهيربي عيالي؟ قالت له اه. قال لها وهيلبس بيجامتي؟ قالت له لا. قال لها اشمعنى دي لا؟ قالت له اصل هو اطول منك. واحد سكران معدي على كمين فالظابط مسكه قال له نفسي افهم شعور مراتك لما تروح لها كده وانت سكران. قال له بس انا مش متجوز يا باشا. قال له امال بتسكر ليه يا ابن الجزمه؟ واحد بيقول لمراته انا سمعتك امبارح وانت بتشتميني وانت نايمه. قالت له بيتهيألك. قال لها بيتهيألي ايه؟ قالت له بيتهيألك اني كنت نايمه. ناس بيسألوا واحد محشش انت ليه عايز تطلق مراتك؟ قال لهم كل يوم في نص الليل تسيب بيتها وعيالها وتروح من ديسكو الكباريه. قالوا يا نهار اسود معقولة الكلام ده؟ هي مراتك شغالة ايه؟ قال لهم ما بتشتغلش. قالوا له امال بتطلع تعمل ايه؟ قال لهم بتطلع تدور عليا. واحد كان عايز يشوف رد فعل مراته لما يقول لها انا اتجوزت عليكي، فراح وقال لها على فكره انا اتجوزت عليكي. عدى اول يوم ما شافش حاجه، وعدى تاني يوم وما شافش حاجه، تالت يوم بدأ يشوف بعينه الشمال شويه. واحد قابل جاره في مدخل العمارة قال له شفت يا حاج من ساعة ما قفلوا الكوافير والستات بانت على حقيقتها. قالت له حاج مين يا راجل يا لطخ انت؟ انا مدام رشا جارتك في الخامس. واحد حب يغيظ مراته قال لها مش غريبة ان الحصان عنده شعر وما بيسرحوش، بس شعره احسن من شعر ستات كتير. قالت له خد الاغرب، بالرغم من ان الصرصار عنده شعريتين بس في شنبه لكن له هيبة اكتر من رجالة تانية بكتير. واحد مصري كان بيتفرج على فيلم اجنبي شاف الاجنبيه فتحت الباب لجوزها وقام حاضنها وقال لها وحشتيني. عجبته الحركه وقرر يعملها مع مراته. مراته فتحت الباب قام حاضنها قامت مصرخه وقالت له بالله عليك تقول لي مين اللي مات. سأل واحد محشش انت طلعت مراتك ليه؟ فقال لهم بتعاملني زي الكلب. قالوا له يعني بتهينك؟ قال لهم لا عايزانا ابقى وفي. واحدة جوزها طلقها فأهلها بيسألوها اتطلقتي ليه؟ قالت لهم في حد يستحمل إهانة وضرب ونكد كل يوم؟ قالوا لها لا طبعا. قالت لهم هو كمان ما استحملش. نيكو وفرخة دخلوا محل عشان يشتروا بيض، فصاحب المحل قال لهم بتشتروا بيض ليه وانتوا بتبيضوا؟ فالفرخة زعلت وطلعت تجري من المحل وهي بتعيط. فالديك قال لصاحب المحل ليه كده حرام عليك؟ قال له ليه بس في ايه؟ قال له اصل المدام مش بتبيض. واحد طلب من ابوه 10,000 جنيه عشان يسافر ايطاليا فابوه مرضيش يديهم له. قام الواد ضرب ابوه وخد الفلوس وهرب. وبعد 5 سنين الواد رجع من ايطاليا وقام مد ابوه 1,000,000 جنيه وقال له سامحني يابا. قال له مسامحك يا ابني، انا عارف انك كنت بتضربني عشان مصلحتي. عيل بيسأل امه بيقول لها انت ليه بتقولي لاخوها الصغير عصفور؟ قالت له يا حبيبي عشان الاطفال الصغيرين شبه العصافير بالظبط.
الاسترتش الاحمر بتاعي اللي كنت لابساه امبارح؟ قال لها لا ما شفتوش. قالت له يبقى اكيد الخدامه سرقته. قال لها لا مش هي، الخدامه بتلبس استرتش اسود.